يلا بينا النهارده يا سيدي نجرب الموديل الجديد بتاع تشات جي بي تي 4 ونجربه كمان فويس ونتكلم معاه. فتعالى دلوقتي اول حاجه طبعا ناخدها ان انت تتاكد ان احنا مختارين الموديل اللي هو تشات جي بي تي 4 او وعلى فكره لو اخترت برضو 4 العادي ينفع تتكلم معاه كونفرزيشن، بس مش متاكد هو عشان الاكونت بتاعي كده عليه 4. فانا جربت مره كان الفور شغال وهو اشتغل عادي، فما اعرفش لما انا جربت دلوقتي 4 او واقف على 4 او. فتعالى دلوقتي عشان نتكلم معاها ونشوف الدنيا، او نتكلم مع تشات جي بي تي. يعني عشان تتكلم مع تشات جي بي تي محتاج ان انت تروح على زرار السماعه دوت، هتلاقي هنا في زرار كده سماعه. زرار السماعه دوت هو اللي بيبدا الكونفرزيشن. الزرار بتاع المايك دوت، زرار المايك ده يا سيدي هو اللي بيخليك تبعت فويس كوماندز او تتكلم معاه فويس. فتعالى نخش في كونفرزيشن دلوقتي ونشوف الدنيا. فانا هدوس على زرار السماعه، لما هدوس على زرار السماعه كده يا سيدي هتلاحظ ان هو بيعمل كونكت. لاحظ الشكل ده كده بيعمل كونكشن. و هالو تشات جي بي تي. Hi there. How's it going? Can you speak Arabic? نعم، يمكنني تحدث باللغة العربية. نظام شيرتك اليوم. انا الحمد لله تمام، بس عايزك تتكلمي معايا باللهجة المصرية، يعني تتكلمي معايا عربي مصري. لا شكر على واجب. هل هناك شيء محدد تود مناقشته أو تحتاج إلى مساعدة فيه؟ بص انت هنا بتدوس زرار، هنا بيبقى تعمل بوز. طبعا ساعات بتحس ان هي مش فاهماك قوي او مش فاهمه الدنيا قوي، بالذات في العربي. يعني العربي ساعات ممكن تقابل فيه مشكله. ولكن تعالى دلوقتي هوريك حاجه دلوقتي، تعالى نجرب حاجه دلوقتي معاها وشوف هتفهم الكلام اللي احنا بنقوله بالعربي ولا لا. فانا بس اديت لها اول لاينين بالانجلش وقلت لها تتكلم معايا عربي، وهي بتتكلم عربي لهجه مصريه، فهي واضح ان هي تقلبه. تعالى نجرب دلوقتي. طيب اوكي يا تشات جي بي تي، بصي بقى انا دلوقتي بصور فيديو دوت للمتابعين بتوعي على السوشيال ميديا، وعايزك تقدمي نفسك وتعرفي نفسك ليهم باللغه العربيه المصريه، وتقولي لهم امكانياتك وانت ممكن تساعديهم ازاي. أهلا بكم. أنا تشات جي بي تي الذكاء من تطبيق OpenAI. أنا هنا علشان أساعدكم في حاجات كتير زي الرد على أسئلتكم، المساعدة في المشاريع، وإعطائكم نصائح ومعلومات مفيدة، سواء أنتم محتاجين مساعدة في الدراسة، الشغل، أو حتى تنظيم حياتكم اليومية. أنا موجود هنا علشانكم. تقدروا تسألوني عن أي حاجة وأنا هحاول أساعدكم بأفضل طريقة ممكنة. شكرا لكم أينما كنت سعيد. شكرا يا تشات جي بي تي على المقدمه الحلوه دي. طيب انت دلوقتي شايفه ايه احسن طريقه ان احنا نتكلم بيها معاكي عشان تفهمينا كويس او تفهمنا كويس وتقدر تجاوب على اسئلتنا بشكل صحيح؟ شكرا لك. علشان نتكلم بشكل يكون واضح ومفيد يفضل إنك تشرح لي السؤال أو المشكلة بتاعتك بطريقة بسيطة وواضحة. أنا تذكر لي أي تفاصيل مهمة أو سياق يخص الموضوع. تسألني لو في حاجة مش واضحة أو لو في أي توضيح إضافي تحتاجه. أنا هنا علشان أساعدك وأقدم لك أفضل إجابات ممكنة. فبكل بساطة كلمني زي ما بتكلم أي حد تاني وأنا هكون متفهمة ومستعدة للمساعدة. احنا دوسنا على زرار بوز طبعا. هنا لما بتدوس على هنا بتعمل بوز للكونفرزيشن وتعملها تاني، وهنا بتقفل الكونفرزيشن. زي ما انت شايف طبعا يعني الموضوع قوي جدا. وهي بتتكلم عربي مصري بس ساعات بتقلب شويه، بس هي ممكن نسالها دلوقتي هل بتتكلمي لهجات تانية غير العربي المصري، او ايه اللهجات غير العربي المصري اللي بتتكلمها، وهل العربي بيفرق عن الانجليزي في فهمها ولا لا. فتعالى نسالها الاسئله دي. يلا. طيب تشات جي بي تي دلوقتي انت بتتكلمي معايا عربي مصري، هل بتقدري تتكلمي عربي بلهجات عربية مختلفة؟ وفي نفس الوقت هل فهمك ليا بيفرق اذا كنت بكلمك عربي او بكلمك انجليزي ولا لا؟ أيوة، أقدر أتكلم بلهجات عربية مختلفة زي المصري، الخليجي، الشامي وغيرها. بالنسبة للفهم مفيش فرق كبير سواء كنت بتكلمني بالعربي أو بالإنجليزي. هفهمك كويس في الحالتين وأحاول أساعدك بأفضل شكل ممكن. المهم إنك تشرح لي الأمور بشكل واضح، وأي تفاصيل إضافية ممكن تساعدني أفهم أحسن.
طبعا يا جماعه يعني زي ما انتوا عملت بوست دلوقتي، زي ما انتوا شايفين انا سالت سؤالين في بعض، ودي على فكره حاجه صعبه جدا او حاجه يعني قويه جدا في الموديل ان هي قادره تاخد اكتر من سؤال ورا بعض وتجاوب. طبعا هو يعني في الواقع لما تيجي تشتغل على تشات جي بي تي حتى في الشاتنج، يستحسن ان انت لما تيجي تسال سؤال او تيجي تتكلم مع الموديل بتحاول انت تخليك مفوكس على حته واحده معينه او مردود واحد انت عايز توصل له، لان ساعتها بيبقى تركيزه الاكثر في الحته دي وبيدي لك اجابه كومبريهنسيف او بيدي لك اجابه تكون كويسه وقويه وشامله. لكن انا مستغرب بقى ان في الفويس كمان القدره دي كمان موجوده في الفويس، ان انت هو ممكن تسال. انا سالت سؤالين في بعض، هي قدر يجاوب على السؤالين دول. ومش بس كده، كمان دلوقتي ان انا الميزه كمان حلوه قوي ان احنا بعد ما خلصنا الكونفرزيشن دي، لو انا جيت دوست على زرار الاكس عشان خاطر اقفل الكونفرزيشن دي، فانا هدوس اكس كده، هتلاقي الكلام اللي انت اتكلمته كله مع تشات جي بي تي موجود عندك في التشات. وبالتالي انت تقدر ترجع لاي معلومه قالها لك او اي حاجه قالها لك، وده موضوع قوي جدا جدا جدا. وانا شايف ان احنا رايحين في حته تانية خالص. وطبعا لو انت لابس السماعات وممكن تكون حاطط يعني حاطط الموبايل في جيبك وبتتكلم مع تشات جي بي تي وهو بيرد عليك عادي جدا وبيسأله عن اي حاجه. فاصلا كده سام التمان كان بيتكلم كمان بيقول لك ان المستقبل از فويس، والناس من زمان قوي على فكره من حوالي 5 سنين وكانت بتتكلم على ان ذا فيوتشر از فويس. وكان في ثيوريتيكال فيزيست زمان كانوا بيتكلموا برضو، لو حد شاف الدوكيومنتري بتاعت ناشونال جيوغرافيك اسمها يير 1 مليون، كانوا بيتكلموا على ان المستقبل في الفويس بشكل كبير قوي، لان بعد كده احنا هنتراكت او نتواصل مع الموبايلات بتاعتنا ومع تشات جي بي تي او مع الذكاء الاصطناعي، اللي هو بعد كده الموبايل ده هيتحول بالنسبه لك هيبقى عباره عن اي ايجنت متكامل، وانت بتتكلم مع الموبايل بتاعك وبيرد عليك، قول له خلي اتصل بفلان، اعمل لي كذا، نزل لي كذا، طلع لي كذا، او اي حاجه. فبالتالي المستقبل فعلا هيكون فويس، وساعتها الذكاء الاصطناعي هيعرف يتحكم في كل حاجه انت عايزها، ويبقى هو اكنه المساعد الشخصي ليك بشكل حرفي. هو دلوقتي فعلا هو مساعد شخصي بيساعدني في كل حاجه، انا بستخدم شات جي بي تي بشكل يومي على مدار الشهور اللي فاتت دي كلها، وجربت مودلز مختلفه، وممكن ابقى اعمل لكم فيديوهات اكلمكم عن القصه دي تمام كمان. بس فعلا المستقبل صوتي. ولو النهارده فعلا يا جماعه ايه اللي ما بيستخدمش تشات جي بي تي او ما بيستخدمش الذكاء الاصطناعي بشكل عام، فهو فعلا هيقع من على الرف مش هيبقى موجود، لان الاستعانه بالذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه يعني بيدي لك قدرات انتاجيه رهيبه جدا، وبيدي لك قدرات على حل المشاكل ما كانتش موجوده قبل كده او كان فيها صعوبه، وبيوفر عليك وقت كبير جدا. فلو انت النهارده ما بتستخدمش الذكاء الاصطناعي فانت هيكون فايتك كتير، ومش هتكون موجود في المستقبل صدقني. ابدا من النهارده يعني اشتغل على الموضوع وحاول انت تفهم ازاي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل قوي، وازاي تستغله في شغلك باي كيفيه ممكنه ان هو يساعدك في تطويرك وتطوير الانتاجيه بتاعتك. عايز اعرف رايكم في اللي حصل وفي التيست اللي احنا عملناه في التعليقات، لان طبعا بناء بعيدا عن التيست بتاع اوبن اي اي اللي هو متصور يعني ومتظبط، فدي حاجه كده احنا جربناها كده اوت اوف ذا بوكس دلوقتي. عايز اعرف رايكم ايه، ولو حد برضو عنده تساؤل او عنده حاجه وعايزين نتكلم مع تشات جي بي تي في حاجه معينه عرفوني في الكومنتات، واشوفكم على خير.